أول خطوة ليك أول ما ترجع للبيت ممكن تكون أخطر من أي حاجة تانية في حياتك. عادة خطيرة وقاتلة بتعملها أول ما بتدخل بيتك. الدخول بحذائك للبيت كارثة حقيقية بكل المقاييس. تعال أقولك أسبابها علشان تاخد بالك بعد كده. أثناء تجولك خارج المنزل أنت حرفياً بتدوس على بكتيريا وفيروسات ومواد كيميائية شديدة الخطورة، بقايا حيوانات بقى وفضلاتها وإخراجاتها بسلطاتها بكل مشتملاتها. تخيل أنت كمية القذارة والنجاسة اللي بتدخل بيها للبيت، وبتدوس على أرضيات البيت وسجات البيت وفرش البيت. الخبراء قالوا إن الملوثات دي لما بتدخل جوه بيتك بيكون من الصعب خروجها تاني إلا بعد فترة طويلة، وبتتسبب في أمراض خطيرة جدا على رأسها مرض السرطان. الأخطر من كل ده بقى احتواء مادة الأسفلت اللي بندوس عليها في الشارع على مواد مسببة للسرطان بشكل مباشر. طبعا احنا عايشين دلوقتي بنكتشف حالات سرطان ما بنعرفش بتيجي منين. انتشار أمراض السرطان بقى زي دوار البرد، ده بيكون بأسباب معلومة ولكن ما بنبقاش شايفينها. وطبعا أكتر أشخاص بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ديت كبار السن والأطفال، وده بسبب ضعف الجهاز المناعي عندهم. والحل ببساطة خصص للبيت أحذية وللخروج أحذية تانية. اخلع حذائك وانت داخل لبيتك، أو خصص له أماكن خاصة داخل البيت. حتى لو جالك ضيف اطلب منه بكل ذوق وأدب إنه يخلع حذائه عند الباب وإياك تتكسف. ويا ريت انت كمان لما تزور حد تراعي الموضوع ده. وما تنساش إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن النظافة من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إياك توقف المعلومة دي عندك، ابعتها لكل أصحابك وحبايبك، فالدال على الخير كفاعله. صلوا على النبي.